بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض بارت نمبر 3 في ليسون نمبر 1. احنا عارفين ان البارت الواحد او الليسون الواحد ممكن يكون ليه اكتر من بارت، يعني الليسون الواحد يكون ليه اكتر من بارت، ده عادي. في البارت ده، بارت نمبر 3، احنا هنبدا الدخول في الدرس بتاعنا بشكل اعمق شويه، وعاوزكم تفتحوا مخكم معايا شويه علشان نستوعب اللي احنا هنقوله. التفاعلات الكيميائيه اللي احنا قعدنا نتكلم عنها في التو بارتس اللي فاتوا ليها اشكال كتير، يعني الموضوع مش بالبساطه اللي انتم متخيلينها ان حاجتين A و B بيتفاعلوا ويديني C. لا، في انواع كتير جدا من التفاعلات. هندرس في الدرس ده في الليسون نمبر 1 ده هندرس 3 انواع من التفاعلات الكيميائيه. 3 types of chemical reaction. ال 3 types دول are: first type هو thermal decomposition reaction يعني التحلل بالحراره، والsubstitution reaction، وهندرس اخر واحد oxidation and reduction. وفي انواع كتير جدا على فكره من التفاعلات الكيميائيه غير دول. فاحنا هندرس اول واحد من انواع الرياكشن، انواع التفاعلات الكيميائيه، واسمه ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. ثيرمال يعني حراره. دايما كلمه ثيرمال لما تيجي تشوفها في اي حاجه من هنا حتى لحد ما تخلص ثانوي ولحد ما تخش الكليه برضو، كلمه ثيرمال لما تشوفها، ثيرمال يعني حراره. فهو بيقول لي ديكومبوزيشن يعني تحلل. احيانا كده وانت مثلا بتجيب حته تلجايه وتحطها على النار فبتسيح، حصل لها ديكومبوزيشن، حصل لها هي مش بالشكل الديكومبوزيشن، مش معناه كده، ولكن انا قصدي ان حاجه كتله بتتحلل لحاجات تانية. احيانا تجيب المركب الكيميائي يكون في صيغه كده ثابته، يعني في صيغه كومباوند، في صيغه مركب. كومباوند يعني مركب، حاجه A و B ماسكين في بعض، واجي اسخنهم يتفكوا. يبقى في تفاعلات الثيرمال ديكومبوزيشن وير ا كومباوند، لما يكون كومباوند يعني اتحاد حاجتين مع بعض اصلا متحدين اساسا، is broken بتتكسر by heating into similar compound or into its element. لا اما يتقسم لكومباوندز اقل منه، لحاجات كومباوند برضو بس اصغر من الكومباوند الكبير، او ان يتحول للاليمنت بتاعته. تعالوا كده نفكر مع بعض. انا عندي كومباوند اسمه A B C، هو كومباوند متكون من 3 حاجات A و B و C. جيت انا عملت له حراره فقام مديني A و B زائد C. انا اسف جدا على لان فعلا تعبان شويه. ف A و B و C، A B C ده كان مركب كيميائي او كومباوند، اتسخن، ولما اتسخن اداني A B بلس C. اول نوع عندنا اسمه ثيرمال ديكومبوزيشن. انا عندي كومباوند، الكومباوند عملت له هيتنج، واحنا عرفنا ان المثلث ده معناه هيتنج، اداني سبستانس A وسبستانس B. هنقعد بقى ناخد دي الفكره العامه، هنقعد بقى ناخد امثله. تعالوا ناخد اول مثال عندي، والمعادلات كلها حفظ. ان انا عندي جبت شويه اول مثال على موضوع الثيرمال ديكومبوزيشن، يعني الباند اللي هو التايب اوف ثيرمال ديكومبوزيشن. اول حاجه من انواع او من التفاعلات اللي بتندرج تحت الثيرمال ديكومبوزيشن الميتال اوكسايد ديكومبوزيشن. لما يكون عندي ميتال زي الاتش جي، والاتش جي ده اللي هو الميركوري، في الحاله الاوكسايد بتاعته اوكسايد يعني او، فاتش جي او هسخنه يديني اتش جي و او 2. المعادلات تتحفظ بالوزن بتاعها. هنا ده شكل الايه، طبعا بقى ايه بدون الدخول في تفاصيل كتير ملهاش لازمه. انت بتخش يعني قدامك بقى الكتاب الخارجي او قدامك الملزمه، عيش انت بقى اتفرج على الرسمه. الرسومات مش حفظ، عشان بس ما تتخيلوش ان الرسومات هتجي لكم في الامتحان. في رسومات معينه اللي انا هقول لكم عليها دي حفظ خلاص تحفظوها، انما رسومات الاكتيفيتي ما تهتموش بيها قوي، دي مش مشكلتنا. الرسومات كلها اللي عليك اللي بتيجي في الامتحانات هي الرسومات اللي بتيجي في
في يونت 2 و3 وهنتدرب عليهم بالتفصيل. فما تشغلش بالك بالرسومات اللي في الاكتيفيتي ان هو جاب انبوبه، جاب يعني تيست تيوب وقام مسخن فيها وبتاع، الكلام ده كله ما بيجيش. فانت احفظ لي المعادلات بس، اعرف لي ان الميتال اوكسايد مثال عليه اتش جي او ومعادلته اهي. حاجه ثانيه، الميتال هيدروكسايد، هيدروكسايد يعني في او اتش في الموضوع، يبقى الاوكسايد او والهيدروكسايد او اتش. لما يكون عندي سي كبر هيدروكسايد، الكبر هيدروكسايد ده رمزه سي او اتش، والاو اتش دي 2 بنسميها كبر هيدروكسايد، وده لونه بلو. ولازم تعرف ان الكبر هيدروكسايد لونه بلو، لان هيجي يسالك في الامتحان يقول لك الكبر ده هيدروكسايد لونه ايه، ودي اسئله الامتحانات احنا هنتدرب عليها كتير ان شاء الله، ولكن دي اسئله امتحانات. ويقول لك المعادله بتاعته ايه، ويا ترى بسخن ولا لا، واللي بيطلع لي عباره عن ايه. طلع لي 2 كومباوند اهو، طلع لي H2O، ما هو H2 ده كومباوند بيكون من 3 اتومز، H2 يعني H و H و O، والCuO، CuO ده اللي هو الكبر. فلما باجي احلل الCuOH 2 بتبقى CuO و H2O، والمعادله موزونه، وبيطلع لي ايه بقى؟ بيطلع لي كبر اوكسايد اللي هو ده ولونه بلاك. يبقى انا جبت انبوبه اهو، الانبوبه دي فيها فيها الكبر هيدروكسايد، وقمت مسخن لقيت الايه الكبر اوكسايد ايه طلع لي. الامثله برضو على الثيرمال ديكومبوزيشن، الميتال كربونيتس اللي هو زي الكبر كربونيت. الكبر كربونيت لونه جرين، لما سخن الكبر كربونيت اللي هو الكومباوند ده بيديني 2 كومباوندز، واحد منهم كبر اوكسايد اللي لونه بلاك واحنا حافظينه، والكالسيوم كربونيت او الكالسيوم دايوكسيد. مثال على امثله والحاجات دي كلها حفظ الامثله دي. امثله الميتال سلفيتس، لما يجي في الامتحان يقول لك اديني اكزامبل على الميتال سلفيتس، تقول له كبر سلفيت. مجموعه السلفيت دي مجموعه لوحدها، يعني مش فاكرين الجروب اللي احنا حفظناهم، الجروبس اللي حفظناها في الليسون نمبر 1، فهيتحلل يديني سي او اند اس او 3. الاس او 3 والسي او هم لو انا جيت بقى يعني دخلتهم في بعض هيطلع لي ده، عشان بس تبقوا متخيلين يعني ده كومباوند اتحلل اللي دول لما سخنت اتحلل بكل بساطه يعني. يبقى كبر سلفيت converted into كبر اوكسايد اند سلفر تراي اوكسايد. واللي انا مش كاتب لك عليه لونه ما تحفظوش، اللي كاتب لك عليه لونه لازم تحفظه باسمه برمزه. all metal nitrates decompose by heating into metal nitrite and oxide gases. وهو بيجي في الامتحان يقوم كاتب لك الجمله دي كده اهو، مثلا يقول لك most metal sulfates could decompose by heating into، هتقوم قايل له metal oxide and sulfur trioxide. ماشي؟ نفس الكلام هنا. ده بقى ايه؟ ده انا مش هقعد احفظه لك، انت لازم تبقى قاعد وحافظ الكلام ده وتكتب وتحفظ. all metal nitrates decompose by heating into metal nitrite and oxide gases. والمعادله بتاعته 2NaNO3 by heating give 2NaNO2 and O2. ويقعد بقى هو ممكن بقى يلعب بقى في الامتحان بمليون طريقه في الكلام ده، والكتب الخارجيه موضحه الاكتيفيتيز دي، والاكتيفيتيز دي مش حفظ، ما تحفظليش البروسيدرز والريزرفيشن والاكسبلانيشن، انت اقراهم بس المعادله حفظ الصم. الفورمولا اللي هي مثلا ال Na2 الفورمولا نفسها تتحفظ صم باسمها بلونها بمعادلتها بالوزن لو انت عاوز تقفل يعني. في شويه في كده يعني ايه حاجات انا مش قايلها هنا في الملزمه، هتلاقوها ايه يعني زي معلومات زياده هو بيحب دايما يقولها في الكتب الخارجيه، ولو انها ما بيجيش في الامتحان، زي الاير باج. ماشي؟ الاير باج دي يعني بقروها لما تلاقوها هتلاقوها في الكتب الخارجيه يعني لو انتوا مش معاكم، وانا هقولها في المراجعات يعني. ان الاير باج دي بتبقى يعني فيها ساعه الاكسيدنت يعني بيبقى في تفاعل كيميائي معين ماشي بيخلي الايه النيتروجين جاز يطلع وينفخ الايه البالونه اللي بتحمينا دي. طيب تاني نوع من انواع التفاعلات الكيميائيه بعد السيرمال، احنا خدنا اول حاجه السيرمال واتكلمنا عنه 1 2 3 4 5 5 انواع من التفاعلات وحفظناهم. تاني نوع من انواع التفاعلات الكيميائيه السبستيتيوشن رياكشن. والسبستيتيوشن رياكشن بيتقسم لحاجتين، بيتقسم لسمبل ودبل، يعني بيتحول من في سمبل سبستيتيوشن وفي دبل سبستيتيوشن. هو يعني ايه سبستيتيوشن اصلا؟
انت عمال تقول لي سبستيتيوشن. سبستيتيوشن يعني، ودي قصه طويله بقى وركزوا معايا. انا مثلا قاعد مع واحد صاحبي اسمه كريم، وجي واحد صاحبنا تالت رخم، ماشي، عاوز يعمل تفاعل كيميائي، جه قعد معانا. فلما جه قعد معانا كريم صاحبي ده، لا اما يكون مش طايقه، ما بيقدرش يقعد معاه، فيقوم ماشي، ويجي مين يقعد؟ صاحبنا الرخم ده. اصبح في النهايه انا قاعد مع مين؟ انا قاعد مع صاحبنا الرخم وكريم مشي. او بمعنى اصح، تعالوا نشوف مثلا مثال تاني. اتنين مثلا، مثلا او اي حاجه يعني الاقوى، يعني عاوز اوصفها لكم باكزامبل. مثلا ان علاقه ولد ببنت مثلا، فالعلاقه دي لو مش قويه وفي حد اتدخل في العلاقه دي اقوى منهم هما الاتنين، هيقدر يكسر الرابطه اللي بينهم ويحل محلها. يعني جيتي انت وصاحبتك علاقتكم حلوه جدا ببعض، جت واحده تالته، الواحده التالته دي لو اقوى منكم انتوا الاتنين هتكسر العلاقه بينكم وترتبط بحد فيكم. طب لو الحد اللي هيسبب المشكله ده او هيسبب التفاعل الكيميائي ده بينك وبين صاحبتك ضعيف، هيجي يوقع بينكم ويكسر الرابطه بينكم، ما يقدرش. تقولي له لا معلش، احنا الاتنين علاقتنا قويه جدا ببعض. هي دي السبستيتيوشن رياكشن. السبستيتيوشن رياكشن بيكون عندي تفاعل، عندي مركب كيميائي، المركب ده اي بي، اجي احط على الاي بي ده سي، اقوم جايب مركب جديد خالص اسمه سي واقوم راميه عليهم. لو السي ده اقوى من المكونات بتاعت الاي بي، يقوم كسر الرابطه ما بين الاي بي ويخلي الاي لوحده والبي لوحده، ويروح يتفاعل مع حد منهم ويطرد التاني. طب لو ضعيف ما يقدرش يعمل تفاعل كيميائي. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل ده على حاجه اسمها سيمبل سبستيتيوشن، تفاعل بسيط، احلال بسيط. انا عندي المركب اهو، الصحاب اللي هم الاثنين الصحاب اهم، سي يو اس او 4، السي يو والاس او 4. احنا عارفين الاس او 4 دي مجموعه بتبقى موجوده في التفاعلات الكيميائيه as one unit، هي حاجه واحده، ماشي. فتيجي الام جي تتمخطر كده وتقوم داخله على السي يو اس او 4، تقول لهم سلام عليكم، انا اقوى منكم، انا هكسر الرابطه اللي بينك وبين السي يو، وهاخد منك يا سي يو، هطردك بره، وهاخد منك الاس او 4 ليا، واصبح المركب اللي اتكون جديد اسمه ام جي اس او 4، ويا عيني اتطرد الايه؟ السي يو. ليه الكلام ده حصل؟ لان الام جي از سترونجر ذان الكابر and precede، يعني بتحل محله in the series او فوقيه في السيريز. طيب هو التفاعل ده في حاجه تانية زي الام جي كده، يعني ممكن مثلا لو كان اف اي، يقدر الاف اي يطرد السي يو، الاف اللي هو الحديد، وياخد برضه الاس او 4. تعالوا نشوف الموضوع ده في حاجه اسمها كيميكال اكتيفيتي سيريز. بس علشان ناخد الكيميكال اكتيفيتي سيريز ونفهمها كويس، تعالوا ندرس قصه الهيدروجين. الهيدروجين بيتفاعل مع حاجات كتير جدا. مثلا يجي يعمل تفاعل او يجي يتحد مع الكلور ويكون لي حاجه اسمها هيدروكلوريك اسيد اسمها HCl. فالHCl قاعد في امان الله، وقاعد مع يعني الاتش قاعد مع الCl وقاعدين مع بعض ومبسوطين. يجي الزد ان، الزنك، زد ان ده رخم جدا، فيقول لهم سلام عليكم يا HCl، انا عاوز اكسر العلاقه بينكم، عاوز احط كده فاصل واكسر الاتش لوحده والCl لوحده. طب ليه كده؟ هتعمل ليه يا ابني كده؟ لان انا عاوز الCl2 ليا، انا عاوز الCl2 ليا، فيقوم كسر العلاقه لان هو اقوى من الاتش، فيطرد الاتش بره، يقول له يلا انت مع السلامه،
ولما الاتش بيطرد دايما بره، يعني الاتش والاو بيخرجوا في الصوره دي، يخرجوا في الحاله اللي هي الحاله الجاز بتاعته. والسهم اللي فوق ده معناها ان هو جاز، ان هو بيطير. عارفين لو كان حاجه بتغطس زي الكبر، يعني ال النحاس، بنعمله السهم لتحت، ماشي؟ السهم اللي فوق معناها ان هو جاز. طيب هو هنا ليه سي اتش سي ال وهنا ليه زد ان سي ال 2؟ ليه في 2 هنا؟ لان التكافؤ بتاع الزد ان اللي انت حفظته يا استاذ، الزد ان لما انت حفظته كان بلس 2. فالبلس 2 دي بالشكل كده مش منظر، لا ده لما بيخش تفاعل كيميائي ويعمل كيميكال كومباوند بقوم حاطط التكافؤ بتاعه هنا، والتكافؤ بتاع السي ال بيتحط هنا. هناخد الكلام ده بس قدام شويه. يعني انا تعالوا ناخد ال H2O عشان بس تبقوا فاهمين. لو انا عندي مركب بيتكون من AB، عشان لو حد سالكم في القصه دي، المركب AB ده عاوز اعمل له فورمولا، هسالك اقول لك هو التكافؤ بتاع الاي كام؟ اللي هو الفالنسي، فاكرين الفالنسي؟ لو هي 3، لو الاي ده الايون بتاعه 3، بحط ال3 جنب البي واروح اسال البي، يا بي هو انت التكافؤ بتاعك كام؟ تقول لي انا 2 مثلا، هقوم حاطط الاثنين قدام الاي. بنعكس، يعني مثلا مركب كيميائي بيتكون من سي ودي مثلا، هقول للدي يا دي هو انت الفالنس بتاعتك كام؟ تقول لي انا 4، فاقوم حاطط ال4 هنا. طب انت يا سي الفالنس بتاعتك كام؟ 2، فاقوم حاططها 2. وفي الحاله دي، الكلام ده اكبر منكم شويه بس خلينا ندرسه. في الحاله دي هم 4 و2 يقبلوا الاسم على 2، يقبلوا الاسم على 2، يبقى يبقى المركب هقسمه على 2 ديفايد 2، هيبقى سي 2 دي. الدي لما كل واحده كده معناها انه في واحد هنا، ماشي؟ عموما انسوا اللي انا قلته لكم ده. عموما التفاعل الكيميائي اهو، ان زد ان بلس اتش سي ال هيدينا زد ان سي ال 2، وحفظ اتش 2 بالرموز بكله بالوزن. يبقى الزد ان ده اقوى منه معناها above H2 in the chemical series، هنعرفها دلوقتي. in the activity series هنعرفها دلوقتي. ال Na وال H2O، ال Na الرخم داخل على ال H2O بيقول لها يا اتش سلام عليكم يا اتش، انا اقوى منك، انا هطردك بره، هطرد الاتش بره. الاتش ده غلبان اصلا، يعني اي حد بيطرده، الاتش ده يقوم طرده بره وياخد الاول نفسه. بس هو بيطرد ال H2 ويسيب برضه هنا، في هنا المعادله دي مش موزونه هنبقى نوزنها، ولكن عاوزكم تتخيلوا الجزيء بتاع ال H2O ده عشان بس تبقوا ايه معايا. ال H2O بيتكون من 2 H وواحده O، ودايما المركب ال H2 ده شكله كده H و OH، يعني H مع OH، ماشي؟ فاحيانا يطرد ال H وياخد ال OH لوحدها، فال Na هتيجي هنا ال H2O معناها كده، معناها HOH، ماشي؟ عشان بس تبقوا متخيلين. هيقوم طارد الاتش بره خلاص عشان تعرفوا الاتش دي جت منين، ويقوم واخد الاو اتش يكون معاها علاقه NaOH واسمه صوديوم هيدروكسيد، حفظ صم، وده الصوديوم وده وفيه هيت بتطلع مع التفاعل ده. في كلمه هيت اللي احنا كاتبينها معنى كده ان هيحصل تسخين، يعني لما احط ال Na على ال H2O هيطلع لي NaOH وهيطلع لي H2O وهيطلع حراره. لو حطيت ايدك كده على البيكر اللي انت شغال عليه هتلاقي فيه حراره جامده جدا. طيب السي يو والاتش سي ال، السي يو يا عيني غلبان اصلا، يجي يخش على الاتش سي ال، سلام عليكم يا اتش سي ال، انا اقوى منك يا اتش، يقول له لا حاسب، انت مش زي ال ان ايه، انت سي يو حته سي يو غلبان، انا اقوى منك، انت ما تقدرش يا سي يو تكسر علاقتي مع الاتش سي ال لان انا اقوى منك. انا اقوى منك دي معناها ايه؟ ان انا فوقيك في الترتيب بتاع العناصر من حته القوه. لما نيجي نشوف حاجه اسمها كيميكال اكتيفيتي سيريس، الكيميكال اكتيفيتي سيريس وهتلاقوها عندكم في الكتب كتير، هم جم قالوا هناخد الهيدروجين اللي هو الاب الروحي للعناصر كلها، ونشوف الهيدروجين مين اللي فوقيه واللي هو اقوى منه، ومين اللي تحتيه اللي اقوى منه، اللي اضعف منه، معلش. طيب الهيدروجين اهو، الهيدروجين فوقيه بي بي اللي هو ليد، فوقيه اس ان 10، وفوقيه ايرن، وفوقيه زنك، وفوقيه الومنيوم، وفوقيه مغنيسيوم، وفوقيه كالسيوم، وفوقيه باريوم، وفوقيه صوديوم، وفوقيه بوتاسيوم، وفوقيه ال اي ليثيوم. كل دول لو دخلوا على مركب فيه اتش يطردوا الاتش بره،
يقولوا له يلا انت مع السلامه لان احنا اقوى منك، وهتحفظهم طبعا. طب لو في حاجات اقل من الهيدروجين، لو الحاجات دي دخلت في تفاعل وموجود فيه الهيدروجين، ما تقدرش على الهيدروجين وما يحصلش تفاعل كيميائي، وما يحصلش تفاعل كيميائي. طيب يبقى في حاجات مور اكتيف اليمنت، عناصر اكتيف جدا، وفي حاجات ليس اكتيف اليمنت اقل من الايه الهيدروجين. وبتيجي دايما في الامتحان يقول لك ده اعلى ولا اقل، ده اقوى ولا اضعف، ده اعلى، ده اباف ولا لو. ماشي. هنا هو هيعمل تجربه عاوزكم تقروها. التجربه دي فيها ماشي هياخد الكبر ويحطه على هيدروكلوريك اسيد. لما يجي يحط الكبر على هيدروكلوريك اسيد، احنا قلنا الموضوع ده قبل كده، الاتش تقول له انت سي يو غلبان، ما تقدرش ان انت تعمل معاه رياكشن، فيقول له نو رياكشن، ان هو اضعف منه، هو lower than it in chemical activity series so it can't do the chemical reaction. يبقى كالسيوم او سوري الكبر will react with HCl and give no reaction. لو اتفاعل معاه هيدينا نو رياكشن، مفيش تفاعل هيتم. اما الزد ان البلطجي لما يجي يتفاعل مع الاتش سي ال it will give ZnCl2 plus H2O evolved يعني يطلع، وهيكون لي الزنك كلورايد. الزنك كلورايد لازم تحفظ الزنك كلورايد. انا بضايقكم بكلمه حفظ انا عارف، بس معلش احنا مش عاوزين نضيع وقتنا في الوقت، احنا عندنا وقت كبير، فحاولوا تحفظوا فيه. والالومنيوم قوي جدا، والالومنيوم ثلاثي لما يجي يتفاعل مع الكلور هحط 3 الناحيه اللي بعد الكلور عشان هو الفالنس بتاعته 3. وانا هحاول اعمل لكم فيديوهات كتير اشرح لكم فيها بالتفصيل اكتر من كده، ولكن انا بديكم بس الصوره العامه. ال والوزن مهم. ال 2Al plus 6 HCl hydrochloric acid it will give aluminium chloride Al2 sorry 2AlCl3 plus 3 H2 gas evolved. السهم الفوق معناها ان ده جاز وطلع. بص هنا بقى السهم اللي تحت معناها ان السيو ده نحاس تقيل، فاكيد هيغطس، يعني اكيد هينزل تحت. شايفين نزل تحت ازاي؟ شايفين الحاجات دي؟ فدي 4 تجارب ماشي يبينوا لنا التفاعلات الكيميائيه المختلفه. الام جي خلي بالكم ان احنا كل ده بنتكلم عن السمبل سبستيتيوشن. الاحلال، ان ده حاجه هتحل محل حاجه. الام جي والسيو يا عيني غلبان، فالام جي تخش عليه تكسر الرابطه بينه وبين بين السلفيت، ويكسر الكبر سلفيت ويكون لي مغنيسيوم سلفيت اند كبر اللي هو ريدش براون. الصوره بتاعته ريدش براون اللي هو ده. طيب كل ده كنا بنتكلم عن السمبل سبستيتيوشن. تعالوا ناخد بقى الدبل سبستيتيوشن. في الدبل سبستيتيوشن في السمبل كان element زي الزد ان بيخش على كومباوند زي السي اس او 4. في الدبل كومباوند هيهجم على كومباوند، وهنا بقى العمليه هتتعقد اكتر. يعني مثلا انا وصاحبي كريم ده برضو او ايا كان بقى اسمه ايه، هنروح نتخانق مع 2 تانيين عاملين برضو كومباوند مع بعض، يبقى اي بي هيروح يتفاعل مع سي دي. هنشوف بقى هيكونوا لنا ايه. هيكونوا لنا ايه. اول نوع من انواع الدبل سبستيتيوشن ان كومباوند هيهجم على كومباوند، حاجه اسمها نيوتراليزيشن. نيوتراليزيشن هو الرياكشن بتوين اسيد اند الكالي. الكالي بتتقال ساعات بيز اللي هي الحمض والقاعده، وهنعرف يعني ايه الكالي شويه قدام. انا عندي قاعده اساسيه جدا ان الاسيد لو اتفاعل مع الكالي يديني ايه؟ يديني سولت اند ووتر. حمض وقاعده يديني ملح وميه. حمض وقاعده اللي هو اسيد وبيز او اسيد والكالي it will give salt and water. ماشي. مثال على الاسيد هيدروكلوريك اسيد HCl. ودايما الاسيد وهقولها لك تاني المره الثالثه، دايما الاسيد يبدا بالاتش. يعني لو قلت لك مثلا HCl HF كل الحاجات دي عباره عن
اسيد، ما عدا طبعا ال H2O. ما تقوليش H2O لما يكون H بس، H بس مش H2. ماشي. فمثال على الاسيد هو ال HCl اللي عندكم في المنهج. طيب، او HNO3 مثلا. في امثله كتير على الاسيد، امثله كتير قوي، بس لما بيبدا حاجه بحرف ال H او مش بحرف ال H بقى بال H element يبقى ده اسيد. طب لما ينتهي ب OH، لما ينتهي ب OH يبقى ده الكلي، تعرف ان ده كده بيز. طيب، اول مثال على الدبل substitution. الاسيد with alkali it will give salt and water. HCl plus NaOH it will give بقى. بصوا بقى، المركبين دول هيتخانقوا مع بعض، المركبين دول هيتخانقوا مع بعض، فيقوم اول واحد ده واول واحد من ده. يعني بصوا بتبقى عامله ازاي. اول واحد من هنا هياخد تاني واحد من هنا، وتاني واحد من هنا هياخد، او اول واحد من هنا هياخد تاني واحد من هنا، بيبدلوا مع بعض. يعني A و B بلس C و D. ال A هتروح تاخد ال D وال B هتاخد ال C. وشكرا على كده، انت من غير ما تحفظ بتعرف تحل المعادله. يعني HCl مع ال NaOH، ال H هتروح مع ال OH. خلي بالك ان ال OH دي جروب لوحديها انت حافظهم، ال SO4 وال NO2 وال NO3 وال OH دي مجموعات. لما بتخش في التفاعل الكيميائي بتخش از 1 يونت. ارجع لبارت نمبر 1. فال H هتاخد ال OH وتكون لي H2O، وال Cl هتاخد ال Na وهتكتب لي NaCl. طيب هو انت ليه كتبت انا نفسي ان احنا نقعد مع بعض، نقعد نحكي ساعه وساعتين، بس وقت الفيديو بيحكمني. انت ليه كتبت NaCl ما كتبتش ClNa؟ هو مش كده كده عادي الاتنين بيتفاعلوا مع بعض؟ ليه كتبت ال Na قبل الCl وليه ما كتبت ClNa؟ يبقى فكروا في السؤال ده، هو سؤال تافه جدا بس يبقى فكروا فيه. طيب يبقى اداني NaCl مع H2O. تاني نوع من انواع الدبل reaction between acid and salt. لما احط الاسيد على السولت نفس الكلام هيحصل، هيروح ال Na يروح يتفاعل مع التاني، الاولاني هيروح يتفاعل مع التاني، ال Na مع الCl هيديني 2 NaCl، وبعدين الباقيين يتفاعلوا مع بعض. ال H هتاخد اتنين من ال H دي هتاخد واحده من ال O دي ويفضل CO2. خلوا بالكم دايما معلومه ما ننساهاش ابدا، ان في حاجه اسمها لاي موتر دي كلير، لما بيجي عليها CO2 بتتحول لتربد. شايفين المنظر اهو، ده تربد. اخر نوع من انواع الدبل هو السولت سوليوشن with another salt solution. محلول ملح مع محلول ملح، زي ال NaCl مع ال AgNO3. الاول هيروح ياخد التاني والتاني هياخد الاول. وما تحفظش يعني دي كده من انواع التفاعلات اللي ما بنحفظهاش. يعني ال Na هيروح لل NO3، يبقى اي كومباوند مع كومباوند. ودي حاجه ما حدش هيقولها لكم كتير يعني، بس اديكم عرفتوها، لان الاول هياخد التاني، دي قواعد كلها، والتاني هياخد الاول، فانت من غير ما تحفظ المعادله انت عارف تحلها. والصوديوم سيلفر كلورايد ده رمزه وايت. هنقف لحد هنا في الفيديو ده ونكمل على خير باذن الله، عشان الفيديو ده طول قوي. هناخد ان شاء الله في البارت اللي جاي الاكسيديشن اند ريدكشن رياكشنز، واخر اكزامبل على الكيميكال رياكشنز اللي عاوزين ندرسها في ليسون نمبر 1. نتقابل ان شاء الله في الفيديو نمبر 4 بقى، ده بارت نمبر 3 في ليسون نمبر 1. هناخد بقى البارت نمبر 4 في الجزء اللي جاي. اتمنى ان انتوا اللي فعلا شايف ان الفيديو عاجبه ومستفيد ما ينساش يعمل كومنت ولايك، مش علشان حاجه دعائيه، ولكن بتفرق جدا ان انت بتعمل سبورت للقناه او بتعمل سبورت للفيديو لزمايلك، لان زميلك لما بيجي بعد كده يدور على الفيديو بيلاقيه اسهل لما بتكون انت عامل كومنت او لايك. ودي بتشجعني انا شخصيا ان انا اكون يعني ايه اتشجع اكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات. يعني ان شاء الله هنعمل فيديوهات مراجعه، وهنعمل فيديوهات حل امتحانات وحاجات اكتر من كده بكتير. فاتمنى ان انتم تكونوا مستفيدين وان انا اكون بفيدكم
في حاجه ولو صغيره. نتقابل باذن الله في البارت نمبر 4، وان شاء الله يكون اخر بارت لو قدرنا في الليسون ده، ويكون الليسون نمبر 1 خلص، وتقعدوا تحلوا عليه امتحانات او تحلوا عليه اسئله، واللي يقف قدامه حاجه يبعت لي. نتقابل ان شاء الله في البارت نمبر 4. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.